لو كنت ناوي تزور مدينة دبي وعاوز تعرف ايه هي اشهر واهم الاماكن السياحية الموجودة في مدينة دبي، في فيديو النهاردة هقولك على اشهر 10 اماكن سياحية تقدر تزورها في مدينة دبي، فخليكم معايا وتابعوني. حديقة زهور في العالم أو أكبر حديقة نباتات في العالم، وهي حديقة ميركل جاردن الموجودة في دبي. ميركل جاردن في دبي بتبلغ مساحتها 72 ألف متر مربع، تضم مجموعة رائعة من المباني والهياكل الشهيرة المكسوة بأكثر من 50 مليون زهرة ملونة. ميركل جاردن اللي دخلت موسوعة الجينيز ريكورد للأرقام القياسية، اتعاونت الحديقة مع شركة طيران الإمارات لإنجاز قطعة مميزة على شكل طيارة مغطاة بأكثر من 500 ألف زهرة نضرة ونبتة حية. بتعتبر ميركل جاردن دبي أجمل حدائق الزهور في العالم وأكبر حدائق الزهور على مستوى العالم. عشان كده ميركل جاردن دخلت موسوعة الجينيز ريكورد للأرقام القياسية كأكبر حديقة أزهار طبيعية على مستوى العالم. متحف المستقبل في دبي. متحف المستقبل في دبي هو أول متحف في العالم بيتم بناؤه بدون أعمدة، وهو مكون من 7 طوابق بتبلغ مساحته 30 ألف متر مربع وعلى ارتفاع 77 متر. بتكون واجهته من 1024 قطعة فنية مصنعة بالكامل من الروبوتات والأزرعة الآلية. بتشكل الحروف اللي بتزين واجهته اقتباسات للشيخ محمد بن راشد، وهي لن نعيش مئات السنين ولكن يمكن أن نبدع شيء يستمر إلى مئات السنين. بيتم تغذية المتحف ب4000 ميجا وات من الكهرباء اللي بيتم إنتاجها من الطاقة الشمسية. بيرتبط المتحف بأبراج الإمارات بجسر طوله 69 متر، وكمان بيرتبط بمترو دبي بجسر طوله 212 متر. سعر التذكرة 145 درهم إماراتي للشخص الواحد. متحف المستقبل برضو دخل موسوعة الجينيز ريكورد للأرقام القياسية كأول متحف في العالم بيتم بناؤه بدون أعمدة. أكبر أكواريوم في العالم سي وورلد أبو ظبي. سي وورلد أبو ظبي هو أكبر الأحواض المائية للحياة البحرية على مستوى العالم. سي وورلد أبو ظبي بيدخل في موسوعة الجينيز ريكورد للأرقام القياسية كأكبر الأحواض المائية للحياة البحرية على مستوى العالم. بيحتوي على 25 مليون لتر من المياه، وبيضم أكتر من 68 ألف كائن بحري، بما فيهم أسماك القرش وأسراب الأسماك وأسماك مانتاراي والسلاحف البحرية. أكواريوم أبو ظبي على مساحة إجمالية بتقارب 183 ألف متر مربع، وبيضم 5 طوابق داخلية، وهو واحد من أكبر الأحواض المائية وأجمل الأحواض المائية على مستوى العالم. لو كنت من هواة الحدائق المائية والأكوا بارك، فأنت في واحد من أكبر الحدائق المائية على مستوى العالم. أنت في أكبر حديقة مائية قابلة للنفخ في العالم موجودة في مدينة دبي. بتبلغ مساحة الحديقة المائية الضخمة القابلة للنفخ 42200 متر مربع، وبيبلغ طوله أكثر من 77 متر وبعرض 33 متر، وهي مليئة بالقلاع النطاطة والمنزلقات وجدران التسلق وعدة منزلقات، بالإضافة كمان لجدران الجري وأراجيح الحبال والعديد من العوائق المائية الممتعة. فتح في 2016 على شاطئ GBR. بيقدم الترفيه الجسدي من خلال مسار حواجز، وهو مصمم لاستيعاب جميع الفئات العمرية. بيضم حوالي 100 عائق ويمكن أن يستوعب حوالي 500 شخص. بيجمع بين التحديات الممتعة والأنشطة البدنية للزوار. ديب دايف دبي أو أعمق مسبح في العالم أو المسبح المرعب. ديب دايف دبي هو حمام سباحة بعمق 60 متر، وبيحتوي على 14 مليون لتر من المياه العذبة، وهو أعمق حمام سباحة موجود في العالم. تم تصميم حمام السباحة ليحاكي مدينة غارقة من حوائط وغرف مفروشة، بالإضافة لسيارة غارقة. كما يمكن استخدام حمام السباحة
كموقع تصوير تحت الماء. تم افتتاح حمام السباحة في عام 2021. ديب دايف دبي دخل موسوعة الجينيز ريكورد على أعمق حمام سباحة موجود في العالم. أورا سكاي بول أو أعلى مسبح موجود في العالم. يعتبر أورا سكاي بول أول وأعلى حوض سباحة في العالم بزاوية 360 درجة. بيضم بجنبه لاونج أنيق ويتميز بديكور مستوحي من الطبيعة وبأجواء رائعة. أورا سكاي بول في الطابق ال77 من برج ذا بالم تاور للاستمتاع بالسباحة في حوض بيعلو 200 متر عن سطح الأرض، وبتبلغ مساحة حمام السباحة 750 متر مربع. بيوفر إطلالات خلابة على نخلة جميرة وبرج العرب، بالإضافة كمان لعين دبي. بيفتح يوميا من 10 صباحا وحتى غروب الشمس، وبتبدأ أسعار التذاكر فيه من 170 درهم إماراتي للشخص الواحد. برواز دبي أو أكبر إطار صورة موجود في العالم. برواز دبي هتلاقيه بيقع في إمارة دبي، وهو أحد معالم دبي. بيبلغ ارتفاعه 150 متر وعرضه بيوصل ل 93 متر. الهدف من بنائه هو إظهار معالم إمارة دبي الحاضر والماضي فأيقونة فنية ضخمة. افتتح برواز دبي في شهر يناير من عام 2018. برواز دبي دخل موسوعة الجينيز ريكورد في أكبر إطار صورة موجود في العالم. نافورة دبي. نافورة دبي هي أكبر نافورة راقصة في العالم، تقع في محيط مول دبي قدام برج خليفة. بتشغل مساحته 30 فدان من بحيرة برج خليفة الاصطناعية في وسط مدينة دبي، مزودة ب 6600 وحدة إنارة و25 جهاز عرض ملون. بيبلغ ارتفاعها حوالي 275 متر، وبتقذف الماء في الهواء لمسافة بتصل ل 240 قدم باستهلاك يقارب 22 ألف جالون من المياه، مصاحبة لمعزوفات موسيقية عربية بيتم بثها في النافورة كل ليلة وموسيقى أخرى أجنبية وعالمية. نافورة دبي هي واحدة من أجمل النوافير الموجودة في العالم. نافورة دبي دخلت موسوعة الجينيز ريكورد كأكبر نافورة راقصة في العالم. أطول برج سكني في العالم برج بنغاتي. برج بنغاتي هو أطول برج سكني في العالم موجود في مدينة دبي. برج خليفة. برج خليفة هو أطول برج في العالم، تم افتتاحه في عام 2010. بيبلغ ارتفاع برج خليفة 829 متر، وهو واحد من أجمل الأبراج على مستوى العالم. بيحتوي برج خليفة على 57 مصعد و8 سلالم متحركة، وهو واحد من أجمل الأبراج على مستوى العالم. برج خليفة دخل موسوعة الجينيز ريكورد لأطول برج في العالم. واحد من أشهر الأماكن السياحية في مدينة دبي وهو سوق الذهب. سوق الذهب أو محلات الذهب الموجودة في مدينة دبي بيباع فيه العديد من قطع الذهب والحلي بأحجام وأشكال متعددة، سواء سبائك ذهب أو كيلوغرامات. تم تأسيس سوق الذهب في دبي عام 1940، واللي أسس السوق الذهب في دبي هم مجموعة من التجار سواء من الهند أو إيران. بيتميز سوق الذهب في دبي بكونه أكبر سوق للمجوهرات والحلي في العالم. هتلاقي في سوق الذهب حوالي 400 محل بيبيع الذهب. هتلاقي كتير من التجار الهنود والتجار الإيرانيين في سوق الذهب. كمان سوق الذهب في دبي واحد من الأسواق المميزة جدا على مستوى الدول العربية، وحتى مميز جدا على مستوى العالم. بيعد سوق الذهب في دبي واحد من الوجهات السياحية مهمة جدا لجميع السياح اللي بتيجي في دبي. في نهاية الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار يا ريت تسيبوا لي في تعليق. شكرا ليكم واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.